أشهر مخللات المسيحيين هياكلوهم في صيام العذراء وبالذات في شهر أغسطس. معاكم الشيف أبانوب، والنهارده بقى هنعمل شوية بتنجان مخلل وطماطم مخللة من غير ولا نقطة زيت للناس اللي صايمة بمية وملح. كل سنة وانتم طيبين، ويلا شجعوني ويلا بقى بينا نعمل شوية بتنجان مخلل وكمان طماطم مخللة. أول حاجة كده بجيب البتنجان اللي هو العروس اللي لونه أسود ده، وبشيل الحتة الخضراء اللي فوق، وبعد كده بعمله فتحة بسيطة خالص كده زي ما انتم شايفين. ما دوسي قوي في الفتحة علشان يا جماعة ايه البتنجان ما يتهريش معايا. بعد كده عندي بقى الفلفل الاخضر ده، هقول لكم بقى ايه سر علشان ما يتهريش. شايفين يا جماعه الفتحه صغيره ازاي؟ بعد كده عندي حله حطيت فيها نص معلقه ملح ونص معلقه سكر علشان القرمشه بتاعه البتنجان ما يتهريش، وكمان شويه من البابريكا بتدي لون حلو قوي للبتنجان. عايزين تحطوا شطه مفيش مشكله. وبعد كده نزلت بالبتنجان، ما نزلتش بالفلفل. اسيب البتنجان عقبال ما يستوي كده، بياخد له حوالي ايه بتاع 3 4 دقايق على نار عاليه. بعد كده عندي بقى الطماطم، بشيل الحته اللي فوق وببدا كده اعمل لها فتحات لحد ايه، لحد النص كده، يعني ايه ما تنفصلش يا جماعه. وفي ناس ما بتحبش الطماطم الكامله، ببدا كده ايه اعملها شرايح. دي الطماطم المخلله. هعمل بقى خلطه للبتنجان والطماطم. عندي راس توم مفرومه وكمان هريسه شطه، وهنزل بقى بشويه من التوابل. عندي بقى شويه من الملح وشويه كمون، بس كده دي طريقه زمان. عندي 4 ليمونات وشويه خل علشان المزازه، وعندي بقى عودين بقدونس على عودين كزبره خضراء، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. تعالوا بقى نرجع نشوف البتنجان. بصوا يا جماعه البتنجان بدأ ياخد اللون. هبدأ كده قبل ما اقفل عليه هبدأ انزل بالفلفل الاخضر بتاعي. طب انا حطيت حاجة في مية البتنجان علشان يفضل مقرمش كده وجميل. حطيت ايه؟ حطيت نص معلقة حاجة كده. لو عارفين اكتبوا لي في الكومنتات اشوفكم مركزين ولا لا. طلعت بقى البتنجان واسيبه يبرد. عقبال بقى ما يبرد هاخد بقى الطماطم المخللة وابدأ كده احط ايه، احط الخلطة بتاعتها. طب هسألكوا سؤال، انا علشان المزازة بتاعت الخلطة حطيت حاجتين مع بعض. حطيت ايه وايه؟ لو فاكرين برضو اكتبوا لي، انا عايزكم بقى مركزين. فين بقى التركيز بتاعكم؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون صيام كده سعيد عليكم، ويا رب حياتنا كلها تبقى حلوه وجميله كلنا كمصريين وكوطن عربي وكالعالم كله يا رب. عملت بقى الطماطم المخلله، اسيبها بقى ايه شويه في التلاجة. بعد كده بقى عندي البتنجان، هبدا بقى افتحه وابدا كده احشيه بالخلطه بتاعتي. لقيت الخلطه صغيره او قليله، ممكن ازود شويه من ميه البتنجان على الخلطه دي. تمام. بعد كده بقى احشي كل كميه البتنجان، وممكن بقى اسيبه في برطمان. بصوا يا جماعه الطريقه دي من غير ولا نقطه زيت ولا قلي ولا اي حاجه. ببدا بقى ايه احشي البتنجان بتاعنا بالخلطه الحلوه والجميله والمميزه دي. عايز اقول لكم ان مع شويه بصاره مع شويه شلولو هنلاقي الدنيا ايه رايحه في حته تانية. لو عايزين طريقه البصاره اكتبوا لي في الكومنتات كلمه بصاره، وهنزل لكم طريقه البصاره بقى على طريقه زمان بقى، طريقه جدتي ومامتي. هبدا بقى ايه الطبق بتاعنا، هبدا احط بقى البتنجان واحط الطماطم وكمان بقى ارص الفلفل. وكده عملت احلى طبق يا جماعه مخلل بتنجان وطماطم مخلله زي بتوع زمان، هيفكركم بجد بايام زمان. يلا اكتبوا لي في الكومنتات مين كان بيعمل لكم الطماطم المخلله، ومين كان بيعمل لكم البتنجان المخلل اللي هو مش مقلي المسلوق. كان معاكم ابانوب. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير لكل حبايبكم.